السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل اكله سهله وخفيفه جدا، ويعني ما اقولكوش طعمها حلو جدا، لا فيها صلصه ولا اكل تقيل ولا اي حاجه، وهنعملها بطريقه سهله جدا واحلى من اللي بتاكلوها بره في المطاعم. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. جبت فرخة وغسلتها كويس جدا، غسلتها من جوه ومن بره وما خليتش فيها اي حاجة، وريحتها كانت زي الفل. ورحت جايبة بقى طبق كده وحطيت فيه مية وحطيت فيه سكر وملح وورق لورا وبصلاية كده متقطعة حتت صغيرة وفلفل اسود حبوب وحبهان. ورحت نقعها فيها الفرخة، نقعها من بالليل لتاني يوم الصبح. النقط اللي في الفرخة دي من الفلفل الأسود، الفلفل الأسود علم عليها. وزي ما انتوا شايفين الفرخة زي الفل. وطبعا انا دلوقتي هطلعها من الميه، مش هتتغسل تاني، انا غسلها من الاول. وده محلول النقع، اللي بيخلي المحلول النقع ده بيخلي الفرخه طريه كده وجوسي وحلوه جدا. هطلعها دلوقتي كده زي ما قلت لكم، مش هغسلها بقى تاني، مجرد ان انا هصفيها من الميه بتاعتها بس. الفرخه زي ما انتوا شايفينها بيضه ونضيفه وزي الفل. على فكره دي فرخه بلدي، حوالي 2 كيلو الا ربع، يعني مش صغيره، حلوه كبيره. ولما اتنقعت نفشت كده وبقت كبيره وحلوه قوي. هجيب بصلايه بقى كده صغيره واحط عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود بس، وادعكم بقى كده بايدي، اطريهم كده شويه، واروح بقى اتبل بيهم الفرخه بتاعتنا. اتبلها بقى من جواها ومن تحت الجلد ومن بره ومن جوه، من كل حته. التتبيله دي على فكره بتخلي الفرخه طعمها حلو جدا. ولما تتبليها وتسيبيها كمان شوية كده، ساعة ساعتين، بتاخد بقى من طعم التتبيلة، وتبقى طعمها حلو جدا ومملحة كده وجميلة جدا. دلوقتي بقى هنعمل الحشو بتاع الفرخة. طبعا عايزة تحشيها رز، عايزة تحشيها فريك، دي حاجة بقى براحتك. انا هحشيها النهارده رز. حطيت طاسة على النار كده وحطيت معلقة سمنة بلدي، واول ما ساحت نزلت عليها ببصلاية كده كبيرة مقطعها قطع صغيرة، وهقلبها مجرد تدبل بس، انا مش عايزاها لون، تدبل بس كده. اكون مقطعه بقى الانثى والكبده بتاعه الفرخه، مقطعاها قطع صغيره. هنزل الاول في النص كده، ابعد البصله واحط في النص الانثى اللي مقطعاها قطع صغيره. اقلبها كده كام تقليبه واحطها كده على جنب، وانزل بقى بالكبده، واروح مقلباها بقى كده كام تقليبه. بعد كده بقى هقلب كله بقى، البصل مع الكبده مع القنصه، كله كده مع بعض، ياخد كله ايه من طعم بعض. بعد كده هروح نازله عليهم بكوبايتين رز. طبعا الرز انا غسلاه كويس قوي، وكنت نقعاه الاول لمده 10 دقايق، يعني ما نقعتوش كتير، نقعته بس 10 دقايق. لو انت هتعملي بالفريك لازم تجيبي الفريك وتنقيه كويس قوي وتغسليه وتنقعيه. الفريك لازم يتنقع حوالي ساعه. انزل الاول كده بشويه فلفل اسود على الكبد والقوانص، لان انتوا عارفين الفلفل الاسود بيشيل اي زفاره. واقلبهم كده، وانزل عليهم بقى بكوبايتين الرز المنقوع 10 دقايق ومغسول، وهقلبه كده تقلبتين تلاتة يتغلف كده بالسمنه. وانزل عليه بقى بالملح وفلفل اسود وشويه قرفه، واي بهارات تحبي تحطيها، ممكن تحطي حبهان بودر، بس اهم حاجه القرفه بتدي الرز ده طعم حلو جدا. بعد كده هنزل عليه بقى بكوبايه ميه سخنه، انا هسويه نص سوا مش هسويه سوا كامل، واقلبه واسيبه كده لغايه ما يستوي نص سوا واطفي عليه. خلطة الرز بقى بعد ما استوت نص سوا وسبتها تهدى شوية، أخدت شوية كده حطيتهم في طبق علشان خاطر ما يتزفرش. كل لما احتاج أحط في الطبق شوية، وابتدي بقى أحشي الفرخة بتاعتنا. أحشي بقى الفرخة كده من جوه، وخلي بالكم ما كبسهاش جامد عشان ما تفرقعش مننا. الرز مستوي نص سوا بس، يعني مش مستوي سوا كامل، هيكمل سواه في الفرخة. احشيها كده واخلي برضو في يعني تتنفس شوية، واحشي كمان من تحت الجلد. تحت الجلد كده احشي من تحت الجلد وافرده بقى بايدي كده، وبرده ما اكبسهوش جامد عشان ما يفرقعش مننا. وكان عندي نص بصله كده فايضه، رحت قافله بقى فيها الفرخه كده من تحت، ورحت ماسكه رجليها، ورحت مدخلاها في الفتحه اللي موجوده كده زي ما انتوا شايفين. قفلت رجليها كده مسكتهم كويس قوي. بعد كده بقى هجيب كيس حراري واحط فيه شويه دقيق كده ابدره عشان ما فيش حاجه يعني تلزق فيه. والزيادة هروح منزلاه في طبق. وهجيب بقى أي خضار عندك بقى هاتيه، أنا عندي بطاطس وعندي جزر، حطيتهم.
ممكن تحطي بسله، تحطي اي خضار عندك، كوسه، اي حاجه. حطيت معاهم شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه بهارات وورق لورا، ودخلت بقى كده الفرخه بتاعتي جواها. وطبعا الأكياس الحراريه دي بتيجي معاها قفل زي ما انتوا شايفين كده. هقفل بقى الفرخه واروح جايبه السكينه او جايبه الشوكه واخرم الكيس بتاعي، اديله ايه خرمين علشان البخار يطلع شويه. وهجيب صينيه بقى واحط الكيس الحراري فيه، واحط فيها كوبايه ميه، وهدخلها الفرن على درجه حراره 180. هتقعد معانا ساعه ونص لان هي كبيره. الفرخة بقى بعد ما طلعت من الفرن شايفين، الله على الجمال. انا فاتحاها قدامكم، يعني مش محتاجة ادخلها تحت شواية ولا حاجة. لونها تحفة، لونها حلو جدا. شايفين؟ ولا الخضار طعمه تحفة. الفرخة بقى منزلة البهاريز بتاعتها على الخضار، مخلية طعمها تحفة. الفرخة دي معمولة لا حاطين فيها سمنة ولا اي حاجة، يعني خفيفة كمان للي بيعملين دايت. الفرخة مستوية حلو جدا زي ما انتوا شايفين، والرز طعمه تحفة، حلوة جدا. وحطيت حلة على النار وفيها شوربة، كان عندي شوربة في الفريزر طلعتها. وطبعا ظبطت الملح بتاعها وحطيت لها شوية فلفل اسود، وحطيت حتة تومة كده نية بتخلي الطعم الملوخية حلوة جدا، ورشة سكر صغيرة. وسبت الشوربة لما تغلي كده. جبت بقى الملوخية الخضراء اللي انا مفرزاها معاكم، شايفينها هي متلجة لسه، دلوقتي هتتحط في الشوربة. هتفك الملوخية زي ما قلت لكم، فكت معايا على طول وشكلها اخضر وحلوة جدا. هسيبها تغلي غلوة واطفي عليها النار، واحط طاسة على النار واحط فيها معلقة زبدة كبيرة او سمنة او اي حاجة، واحط فيها معلقة توم. واول ما التوم يصفر اروح نازلة عليها معلقة كزبرة ناشفة، يتحمروا واروح طشاها فوق الملوخية. الله على الجمال. شايفين الملوخية ريحتها وطعمها حلو جدا، واحلى من الأكياس اللي بتشتروها جاهزة. احنا مفرزينها مع بعض وخضرة وجميلة جدا، اكنك لسه عاملاها طازة. وعملت شوية بطاطس شيبس كده، والرز بقى الباقي رحت زود عليه شوية مية وسويته كويس وقدمته مع الأكل. الخضار بقى اللي كان مع الفرخة طعمه حلو جدا جدا. الأكل كله ما شاء الله طعمه حلو جدا. جربوه هيعجبكم مع شوية المخلل اللي احنا لسه عاملينه من كام يوم، مستوي وطعمه ما اقولكوش تحفة. جربوا الأكلة دي وهتعجبكم بقى في يوم اللمة كده، الله عليها وبألف هنا. بس ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.